السلام عليكم زلف اللون يوم الاربعاء 11 جوان 2025 تضربين دائما طريقكم شعارنا الخالد الله الوطن الملك. تنبداو الصباح دائما بالقهوه الصباحيه يا بسم الله. الله. اعلن الاتحاد الاوروبي الثلاثاء شطب الامارات العربيه المتحده من قائمه الدول العاليه المخاطر على صعيد غسل الاموال، لكنه اضاف، اسمع مزيان، موناكو، لبنان والجزائر. مبروك عليكم، دخلتوا القائمه المصنفه لغسيل الاموال. مالهم غادي تدخلوا للقائمه المصنفه لتغسيل الاموال، لغسيل الاموال؟ انتم اكبر ابن الرئيس، اكبر تاجير السموم البيضاء والكاشيات. على هذوك الفلوس اللي تيجيو من السموم البيضاء وداك الشيء فين غادي يمشيو؟ راه غادي يتبيضوا. بلاتي نكمل لكم المقال. أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى، وأفادت المفوضية الأوروبية بأنها أضافت الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، فنزويلا صاحبتكم إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى المراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها، بالإضافة إلى الإمارات اللي تحيدات من لا ليست. حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس، جبل طارق، جامايكا، فلبين، السنغال، وأوغندا وبنما. الفضيحة خرجت من بنما. اسمع سيدي الفضيحة. فضيحة بنما تعتقل أبرز قادة البوليزاريو لتهريب الآلاف الدولارات من الجزائر، والجزائر في ورطة. اعتقال طاهر ولد العقيق نائب رئيس عصابة البوليزاريو. إذن بنما تعتقل المسؤول، النائب العام، نائب رئيس الدولة ديال الجزائر الجنوبية في نفس الموضوع ديال تبييض الأموال، وباش الفلوس المهتوك العراض أو المغبون أو الحمرة والبعرة. والموضوع الأخير هو فضيحة الأكباش الرومانية المريضة بالطاعون. أنا ما فهمتش والله العظيم علاش نتوما مستغربين. زعما كاين شي استغلال. هذاك الشعب ديال دولة مساعدة أو ما يسمى الحمرة والبعرة تيطحنوا كل شيء. ما كاين شي حاجة مريضة في العالم ما جابوهاش ليهم. وشكون اللي تيجيب، شكون اللي تيستورد هادشي؟ شكون اللي تيستورد؟ ملفات أو لا أوراق الاستيراد تيجيبهم أبناء كذبون. ولد كذبون هو اللي تيجيب هذه الملفات، اللي تيجيب لهم السموم البيضاء، هو اللي تيجيب لهم المواد الغذائيه الفاسده. واش نسيتوا نهار جابوا لهم البطاطا المخصصه للخنازير السنه اللي فاتت؟ او لا حتى هذاك القمح الغامل اللي كان عند روسيا، واحد ستوك ديال القمح غامل في ايامات الكورونا، خداوه هما جابوه وكلوه المسروح المغبون. ولا حتى الحليب ديال اوغندا، الحليب، غبرات الحليب ديال اوغندا ما تعرفوش شنو صوبه، نتوما تشوفوهم كملوا جملوها. جابوا لهم خرفان مريضه بالطاعون غير صالحه للاستهلاك في الاتحاد الاوروبي، ولكن عند دوله مساعده تقدر تستهلكها عادي، حيت الشعب تيطحن كل شيء. الجوع مسكين، حاكمينو العسكر تيوكلوه اللي بغاو، وهذاك الشيء والله بيناتهم. اللي بغى الدلر غيبقى فيه، اللي بغى الجوع غيبقى فيه. ودائما تنقول عاش الملك، الله الوطن الملك، وسير نجاح.